إذا كانك تونسي عايش في واحدة من البلدان هذيا اللي موجودين ان ديسكريبسيون، راهي تونس عمرها مش طالبك باش تخلص أداة على الفلوس اللي تدخلهم انت من الخارج. علاش؟ على خاطر تونس مصحة مع البلدان هذيا اتفاقيات عدم ازدواج الضريبة، دي كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون. معناتها إذا كان انت عايش في بلاد من البلدان هذوما وقاعد تخلص في ليزامبو، والا انت اكزونيري من ليزامبو كيما في قطر ولا في الامارات اكزونيري، راهي الدوله ماهيش باش تطالبك، الدوله التونسيه ماهيش باش تطالبك وتقول لك خلصني في الامبو على لي ريفونو هذوما اللي انت جبتهم من الخارج. طالبة منك حاجة بركة تدخلهم بصفة قانونية، والصفة القانونية هذه نظمها منشور البنك المركزي متاع عام 2018، اللي يقول لك يا تحط فلوس تعمل فيرمون سور ان كونتون دوفيز ولا سور ان كونتون دينار كونفرتيبل، والا تعمل ديكلاراسيون دوان وبعد تنجم تحطهم في الكونتون دوفيز ولا كونت ان دينار كونفرتيبل. هذا لا يمنع اذا كان عندك دي ريفونو في تونس لازم تعمل لي ديكلاراسيون انويل نتاعك على لي ريفونو اللي عندك في تونس. Voilà.